محمود كان ليه أخت كبيرة في السن، عندها حوالي 60 سنة، وعندها مشاكل صحية ومش بتخرج من البيت وعايشة لوحدها. ومحمود فهمها إن أنا مراته التانية، وبقينا نروح نتقابل عندها، وكنا بنستغل وقت نومها، أو محمود بيقول لها إن إحنا هندخل نريح شوية عشان جايين من مشوار بعيد، وندخل الأوضة على أساس إن إحنا هندخل ننام. أنا عارفة إن مفيش واحدة مطلقة بتحكي للناس هي كانت بتخون جوزها إزاي، بس أنا هحكي لكم اللي حصل معايا. أنا اسمي سارة وعندي 35 سنة، متجوزة أحمد بقالنا 10 سنين، وعندي منه ولدين زي القمر. يوسف عنده 7 سنين وعلي عنده 5 سنين. ساكنين في شقة كويسة في مدينة جديدة. مستوى المعيشة يعتبر متوسط، يعني الحمد لله عايشين كويس، بس مش اوفر يعني. أحمد بصراحة راجل كويس وبيشتغل وبيجيب فلوس، بيحب ولاده وبيراعيهم، بس عنده مشكلة كبيرة قوي. أحمد ده زي ما يكون برنامج ماشي على جدول مش بيغيره، شغل، أكل، نوم، تلفزيون، مفيش أي حاجة زيادة بيعملها، مفيش كلمة حلوة، مفيش رومانسية، مفيش أي اهتمام بيا كسارة، كإنسانة، كست محتاجة حب واهتمام. هو طول النهار مشغول في الشغل بتاعه، ولما بيرجع البيت بيبقى طبعا تعبان ويدوب بياكل لقمة وبيدخل ينام. يعني أنا بقيت أحس إن أنا موجودة كأم لولاده بس، مش كزوجة أو شريكة حياة. بصراحة في الأول كنت بحاول أتأقلم يعني ومشي الدنيا، وأقول يمكن مع الوقت الأمور تتحسن، يمكن هو بس مشغول والدنيا هتظبط بعد كده. بس مع الوقت حسيت إن أنا بدبل، حسيت إن أنا بموت من جوايا، حسيت بالملل. كل يوم نفس اللي بيحصل، نفس الأكل، نفس الكلام، نفس الوشوش. حاسة إن أنا بقيت زي الآلة بتعمل كل حاجة صح بس من غير روح. بدأت أتفرج على أفلام رومانسية، أي حاجة تعوضني عن الحاجة اللي محتاجاها. بدأت أتفرج على مسلسلات فيها قصص حب، وكنت وقتها بتمنى أعيش ولو جزء بسيط من اللي بشوفه. بتمنى إن حد يهتم بيا أو يكلمني كلام حلو يحسسني إن أنا لسه ست، مش مجرد أم وربة منزل. بدأت أحس إن أنا ناقصني حاجات كتير قوي، حاجات مش عارفة أحددها بس حاسة بيها. كل الحكاية بدأت يوم ما حصلت مشكلة في الحمام بتاعي، تسريب مية بايخ قوي، حاجة ملهاش علاقة بأي حاجة تانية، يعني حاجة عادية بتحصل في أي بيت. جوزي كالعادة لما اشتكيت له ما كانش مهتم، وقال لي شوفي حد يعملها. وطبعا بما ان انا اللي شايله الهم، سألت واحدة صاحبتي وقالت لي ان في واحد اسمه محمود سباك شاطر وامين. المهم اديتنا الرقم بتاعه وكلمته وحدد لي ميعاد وجالي البيت. من اول ما دخل معرفش ايه اللي حصل بالظبط، بس حسيت ان في حاجة غريبة. هو راجل في اول الثلاثينات، اصغر مني ب5 سنين، طويل وبشرته سمرة ولبسه حلو. حسيت ان في حاجة غريبة، بس انا مكنتش عارفة اوصفها ولا عارفة اوصفها دلوقتي. بس الاهم من ده كله انه كان بيعرف يتكلم، مش زي احمد جوزي اللي بقاله سنين كأنه نسي ان انا موجودة اصلا. الموضوع بدأ عادي، كشف على المشكلة وقال لي انها سهلة تتصلح، واتفقنا على السعر. بس وانا واقفة بتابع شغله وبتفرج عليه، بدأنا نتكلم وندردش سوا، ولقيته بدأ يسألني عن حاجات شخصية بس بهزار وضحك كده، وقال لي هو انتي متجوزة؟ قلت له اه. قال لي جوزك فين؟ قلت له في الشغل. قال لي ربنا يعينه. بعدها بيومين لقيته بعت لي على الواتساب بيطمن اذا كان في اي تسريب تاني ولا الموضوع اتحل. الموضوع بالنسبة لي كان مفاجئ ان هو يكلمني تاني على الواتس بعد ما مشي، بس طبعا رديت عليه
وقلت له لا الحمد لله الدنيا تمام. وشوية بشوية فضلنا نتكلم مع بعض، والكلام بقى يطول، وبقى كل يوم يسألني عن يومي وعاملة ايه ويسأل عليا، وانا بصراحة كنت برد. معرفش كنت برد ليه، بس تقريبا عشان محدش كان بيسألني اصلا انا عاملة ايه. المكالمات بدأت تزيد، بقينا بنتكلم كل يوم تقريبا. بيسألني عن حاجات ملهاش لازمة وانا برد واضحك ونتكلم، لحد ما جه اليوم اللي قال لي فيه مش هينفع كده، انا عاوز اشوفك. سكت ومعرفتش ارد عليه وقتها، بس كنت عارفة ان دي مش اول مرة حد يقول لي كده، لكن دي اول مرة قلبي يدق بالشكل ده. انا زمان قبل ما اتجوز احمد كنت اعرف بصراحة شباب كتير، وكتير قالوا لي عاوزين نشوفك او نخرج او كده، بس كان الموضوع بالنسبة لي عادي. بس دي اول مرة احس ان قلبي اتخطف فيها. المهم اتفقنا نتقابل في كافيه بعيد عن المنطقة. كنت متوترة وقلقانة جدا وقلبي كان بيدق بسرعة. اول ما رحت له المكان ودخلت لقيته مستنيني، بصلي بنظرة شوق وحب عمر احمد جوزي ما بصهالي. المهم قعدنا، وشوية بشوية نسيت كل حاجة، نسيت البيت ونسيت العيال ونسيت حتى ان انا متجوزة. بعدها العلاقة استمرت وبقيت بكرر مقابلاتي معاه. كنت ببقى خايفة قوي، بس في نفس الوقت كنت مدمنة. كنت عارفة ان انا بعمل حاجة غلط، وعارفة ان انا بخون احمد، بس ما كنتش قادرة امنع نفسي. بدأت اداري على احمد، كنت بحاول اخفي اي حاجة او اي اثر ممكن يوصلوا او يعرفوا ان انا بكلم حد غيره. كنت بعمل كل حاجة عشان اخفي كل اللي بيحصل. كنت بمسح الرسايل وبحذف المكالمات، وبعدها بدأت اهتم بنفسي اكتر. كنت بشتري لبس جديد واروح الكوافير واعمل ماسكات لبشرتي. احمد كان بيلاحظ عليا التغيير ده، بس كان بيفسر ده بان انا عايزة اهتم بنفسي عشانه وعشان بيتي وولادي، مش عشان حد تاني. اصحابي كمان لاحظوا عليا ان انا بدأت اتغير، وبدأوا يسألوا في ايه، بس كنت بقول لهم ان انا كويسة وان انا مبسوطة شويتين بس. حتى امي لما كنت بروح ازورها لاحظت ان انا بكون سرحانة كتير ومش مركزة، واني بقيت قاعدة مش على بعضي. بس كنت بقول لها ان الموضوع بس مجرد ارهاق وكده، وان انا مضغوطة في البيت وكده ومع الولاد. العلاقة مع محمود بدأت تكبر بينا، كلام الحب زاد ومقابلاتنا كترت قوي، وبدأت أحس إن أنا وقعت فعلا في حبه. كنت فاكرة إن أنا خلاص لقيت الحب اللي بدور عليه، الحب اللي ما لقيتهوش مع أحمد. كنت فاكرة إن أنا أخيرا لقيت الراجل اللي يقدرني ويفهمني. محمود كان ليه أخت كبيرة في السن، عندها حوالي 60 سنة، وعندها مشاكل صحية ومش بتخرج من البيت وعايشة لوحدها. ومحمود فهمها إن أنا مراته التانية، وبقينا نروح نتقابل عندها، وكنا بنستغل وقت نومها، أو محمود بيقول لها إن إحنا هندخل نريح شوية عشان جايين من مشوار بعيد، وندخل الأوضة على أساس إن إحنا هندخل ننام. ولما بندخل بنعمل كل حاجة نفسنا فيها. ولما جربت العلاقة مع محمود كرهت جوزي وما بقيتش قابلة منه أي حاجة، وبقيت استنى اليوم اللي محمود يكلمني ويقولي إننا هنروح لأخته بفارغ الصبر. فضلت على الوضع ده مع محمود حوالي سنة، بس مع الوقت الأمور بدأت تتغير. محمود حسيت إن هو بدأ يبعد، بدأ يتهرب من مقابلتنا. كنت بتصل بيه كتير جدا، وهو يدوب بيرد على الرسائل اللي ببعتها له بس. بدأت أطلب منه حاجات ما كنتش متخيلة إن أنا أطلبها منه في يوم من الأيام. طلبت منه إنه هو يجي البيت عندي أو حتى يكلمني، بس هو كان بيتهرب ويقول لي إن كده مش صح، وإن هو مش حابب يعمل حاجة تاني معايا، وإننا ممكن نتكشف أو حد يعرف.
بس في الوقت ده أنا كنت عايزاه يكون معايا، عايزاه يحس باللي أنا حاسة بيه. في يوم من الأيام حسيت إن أحمد حس بحاجة. كان اليوم ده أحمد في الشغل وكلمني في التليفون، لقاني مشغولة واتصل بيا تاني بعدها وسألني مين اللي كان بيكلمني. أنا ساعتها اتوترت ومعرفتش أرد عليه، وهو حس من نبرة صوتي إن أنا خايفة وبدأ يشك. رجع اليوم ده من الشغل بدري ودخل البيت، وأنا كنت في أوضة النوم وما حسيتش إن أحمد رجع من الشغل، ولا حسيت بباب الشقة وهو بيتفتح، ولقاني قاعدة على السرير بكلم محمود في التليفون. أول ما دخل أنا معرفتش أتكلم أول ما شفته من صدمتي. راح مسك التليفون وراح جايب برنامج تسجيل المكالمات اللي على تليفوني، وسمع كل الكلام اللي كان بيني وبين محمود في المكالمة. لقيت وشه اتغير وعينه احمرت وما تكلمش من الصدمة اللي جاتله. بس أنا خلاص عرفت إن خلاص الدنيا كلها اتهدت فوق راسي. حصلت في اليوم ده خناقة فظيعة بيني وبينه، وشتمني وقال لي إن أنا خاينة وإني مش كويسة، وقال لي إن أنا كسرت قلبه وخنت ثقته. أنا معرفتش وقتها دافع عن نفسي ولا قدرت أرفع عيني في عينه. كنت حاسة بالذنب وحاسة بالعار. حصلت لي وقتها فضيحة. أحمد طبعا حكى لأهله ولأصحابه ولكل الناس اللي يعرفوني. سمعت كلام كتير وكلام جارح، كلام يوجع القلب مفيش واحدة تستحمله. سمعت إن أنا اللي عملت كده في نفسي وإن أنا غلطانة وإن لازم أتحمل اللي هيجرالي. أحمد طردني من البيت وقال لي إن ما استاهلش أعيش معاه ولا ربي ولاده، وخد الولاد معاه، وأنا بقيت لوحدي في شقة فاضية معزولة عن الدنيا كلها. محمود اختفى بعد ما عرف إن أحمد عرف بكل حاجة. اختفى من حياتي، ما عرفتش حتى أوصله لا على التليفون ولا في أي مكان تاني، مع إن هو اللي كان بيكلمني وبيقنعني إن أنا أعمل كده معاه، وفي الآخر سابني لوحدي. حياتي اتدمرت وخسرت جوزي وخسرت ولادي وخسرت سمعتي وبقيت لوحدي، مش عارفة أروح فين ولا أعمل إيه. ندمت على كل حاجة عملتها، على كل كلمة قلتها، على كل لحظة قضيتها مع محمود. ندمت إن أنا خنت أحمد وإني كسرت قلبه. ندمت إن خليت ولادي يعيشوا في عيلة مفككة. ندمت إني سمحت لنفسي إن أنا أضعف وإني أقع في الفخ ده. بس هل اللي حصل ده كان يستاهل؟ هل أحمد كان يستاهل إن أنا أعمل معاه كده؟ ده سؤال محيرني ليل ونهار وكنت دايما بفكر فيه. أحمد ما كانش بيحبني بالطريقة اللي أنا كنت عايزاها، بس ما كانش بيهتم بيا، ما كانش بيحسسني إن أنا ست، بس هو كان بيحب ولاده جدا وكان بيعاملني كويس، بيعاملني في حدود إمكانياته. فهل ده مبرر للخيانة؟ محمود طلع كذاب وخداع واستغل ضعفي واستغل حاجتي للحب عشان يحقق مصلحته ويعمل اللي هو عاوزه. طلع أصلا مش بيهتم بيا ولا بيحبني ولا أي حاجة. كل اللي كان بيعمله علشان رغبته بس. دلوقتي أنا عايشة في عذاب وفي صراع مع نفسي ومش قادرة أسامح نفسي ومش عارفة أسامح محمود ولا حتى أحمد. القصة دي مش نهايتها هنا، لأ، دي بداية جديدة، بداية صعبة بس لازم أبدأها. لازم أحاول أرجع ولادي، لازم أرجع ثقتي في نفسي من تاني، لازم أتعلم من الغلط اللي أنا غلطته. الخيانة دي طلعت لعبة قذرة جدا بتدمر كل حاجة، مفيش فيها أي حد كسبان، مفيش فيها أي سعادة، مفيش فيها إلا الخراب والدمار. أنا أسفة لكل واحد أنا جرحته، أسفة لنفسي. يا رب يا رب سامحني.
بعد ما حكيت اللي حكيته في القصة دي، حسيت إن أنا محتاجة أضيف لكم شوية تفاصيل علشان الصورة تبقى أوضح بالنسبة لكم، عشان يمكن أي حد يقدر يفهم اللي أنا مريت بيه. أحمد جوزي زي ما قلتلكوا راجل كويس، بس المشكلة إن هو كان ممل. أنا مش قصدي إن هو شخص وحش، بالعكس كان بيعمل كل اللي عليه كزوج وأب،